حاجه عمرك ما تحكم على شي حد من خلال الذنوب ديالو. يقدر يكون ما بينه وما بين مولانا شي امور انت ما كتشوفهاش. عرفتي قصه نتاع الرجل اللي قال عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لا تلعنه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. كان واحد الرجل سميتو عبد الله ويكنى بحمار، وكان كثير المزاح مع سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام، كيضحكوا ولكن ديما كان تيطيح في شرب الخمر وديما تيحكموا عليه. بالرغم من الايمان ديالو كان هذا الصحابي ما تيقدرش يخلي الخمر وكان يجلد مرارا بهذا السبب، لكن في كل مره كان تيطيح في الشرب. حتى واحد النهار غادي يجيبوه باش انهم يجلدوه، فقال احد الصحابه اللهم لعن فما اكثر ما اتي به. هنا غادي يجاوبوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام حكمة ورحمة ورأفة. هو يقول لي ما تلعنوش فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهنا هذه الكلمات كانت صادمة للجميع. كيفاش سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يثنى على هذا الرجل اللي كيتعاقب مرارا على شرب الخمر؟ علاش سيدنا الحبيب ما لعنوش؟ لأنه الإيمان ليس كمالا مطلقا. يقدر يكون الإنسان مؤمن ولكن ضعيف أمام الذنوب ديالو، بحالك انت بحالي أنا بحال بزاف منا، لأنه رغم الذنوب ديالو كان يحب الله وسيدنا رسول الله خلاص. وسيدنا الحبيب شاف هذا الشيء في قلبه، لانه اللعن كيؤدي للياس بينما الرحمه كتعطي فرصه. داك الشيء باش تيقول لك بلي انه عمرك ما تحكم على الناس من خلال الذنوب ديالهم او من خلال عينيك شنو كتشوف فيهم. يقدر يكون ما بينه وما بين مولانا شي امور لا تعلمها، ولو انك تكون ضعيف امام الذنوب كلشي ما كيعنيش بلي انك انسان سيء، ولكن خاص الاستمرار في المحاوله، الرفق بالناس والتعامل معهم بالرحمه. هذا الشيء غادي يساعدهم على التوبه اكثر من القسوه. ما تنسوش انكم تصلوا على سيدنا رسول الله وسلام. تحياتي لك اختي، والله الا كلام في الصميم. وانا براسي اخويا هادشي وقع لي، يعني فهمتي ما عمرك تشوف شي واحد في الحرام ولا شي حاجه وتحكم عليه. لا راه مورا داك الحرام اللي داير فراسك دوك الناس ديال اللي تيديروا الحرام السكيريه اقسم بالله قلت لك غادي يصدق اكثر من هذوك اللي ما عرفتش انا كاينه واللي داير شي حاجه في الحرام راه بينه وبين الله، ما خليه بينه وبين الله. انت الله لا يحاسبه ماشي انت. ونعم بالله. وشكرا لك اختي بزاف على هذا الفيديو. الحلقه المفقوده في العلاقات الزوجيه هي الحوار، ما كاينش نهائيا. تناقشي معاه تيقول لك شبعتي خبز دبانتك زراقت، لا واقيلا شبعتي في كرشك، كتقول له اجي غير نهضر معاك بحال غادي تخطفيه. هو ما باغيش يتجمع معاك كاع، ما باغي يعرف عليك حتى شي حاجه، كتعيطي له غير اجي نتفاهموا، غير اجي عافاك غير نهضر معاك، كيهرب ليك سيري شديه بحال الزواق. ماشي كاع الرجال. هذاك زارك دابا انت زارك لقيتيه بحال هكا. قلت لك قعدي معاه في قهوه وحاولي تكلمي معاه بشويه. واش كتهضري على مهند؟ احنا ديالنا ما يقردش معاك، كيقرد معاك شهرين ولا 3 شهور فاش كيبغي ياخذك، اللي كيقرد معاك باش ياخذك، عام منين كياخذك صافي نسي عليك الخريج. عرفتوا شكون هو النوع ديال الناس اللي كيعجبني؟ الصفات اللي كيكونوا في الناس بحالي وفي بزاف ديال الناس اللي كاينين في حياتي الحمد لله. شنو هما هاد الناس الصفات؟ اللي كتقول شكرا، كتفرح بالحاجه كما كان النوع ديالها وكتعطيها القيمه، كيعرفوا بان اي حاجه درتيها معاهم هي لطف منك وماشي واجب عليك. الناس اللي كتحشم تسول في الحاجه اللي ما كتخصهاش واخا يجيها الفضول، حيتاش كاملين كيجينا الفضول. الناس اللي كتكون فاش كتهضر معاها ما كتقاطعكش، كتفرقش في التعامل بين واحد لاباس عليه مشهور او لا ما عندوش. الناس اللي كتفكر قبل ما تخرج الكلمه من فمها، ماشي حيتاش كيخافوا، هذوك الناس ما كيخافوش، ولكن حيتاش كيحترموا المشاعر ديال الناس. حيتاش هاد الناس الراقيه عندها احترام كبير لراسها هو الاول. وانا شخصيا ما كنقبلش ندخل لحياتي من غير هاد الناس. زوين بزاف ماتشا. عرفتوا شكون هو النوع ديال ميساجات زوينين نصر. تحياتي لك اختي مدام زوزي. تحياتي لك دكتوره مازوزي. الله يحفظك الله يحفظك. ندير لك ابوني هاي احنا دابا رجع علينا. عافاك.